السلام عليكم متابعينا الاعزاء، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. وعدنا اليوم القوزي شوي بالفرن، يتكون من الصلصه مالتها. الصوص اللي اسويه اني صوص صويا، زعتر بري، 3 فصوص ثوم، و2 نوم البصره، وزعتر، وعندك زعتر هم يعني هذا يابس، وعندك لون الزعفران وهي المطحون، وهذا الاخ خلطة اللي هي صفار البيض تتخلى وعيران. هسه راح نخلط الخلطة مال اللحم مثل ما قلنا لكم عليها الصوص مالتها. تمام. أول ما نبلش حبايب قلبي، شوف هذا التكيك، وهذا عندك الثوم والنوم البصرة، وهذا عندك هاي نخليها فوق اسمه ما يحتاج هذا الصوص صويا، هذا الزعفران لون الزعفران، هذا الهيل المطحون مع طبعا مع الهيل، ومخلين اني قرفه يعني دارسين زين، وهاي صفار البيض، وهذا راح يجيك العيران معاه. شوف، وهذا الاساسي هذا. هسه راح نخلي الملح. تمام. ملح اللحم انا ملحه مره ويا الخلطة مرة بوحده، بس هذا اليوم طريقة غير شكل. وهسه راح نبلش فيه. شوف وهي هسه كملنا التتبيلة مالها، راح ندخلها بالفرن. ونخلي الشغلات مالها ويا. تمام. اخوان طبعا هذا بدون سلق راح اسوي يعني على نار هذا ويستوي، يزدونه بي ويستوي، ما راح لا اسلفن ولا اخلي ورق الزبده ولا سليفون، راح اخليها على الطريقه هاي وراح تشوفون شو راح يطلع. هذا على فوق والجوا راح ندخله الساعة على نار هذا ساعتين ضبط اخوان، بطيء على البطيء يسوي. لا طبعا كل شيء ما اخلي له لا ورق الزبده ولا سيليفون ولا هذا، بطيء ويستوي. بس مع هذا راح ارش له شويه مي حار حتى مثل ما يقول على البخار ماله يشتغل. هذا المي شوفوا شقد، بس فقط. هسه راح نقف لهذا وانتظرونا بين ما يكمل، راح نطلعه ونبلش بالرز وتشوفون شلون راح يصير الاكل مالنا. غسله التمن، هذا التمن هو المسمكي ضحكوا عليه، راح نغسله. شوف هسه نقعنا الرز اخوان، شوف ربع ساعه لان نقعته بماء حار حبايته تكبر ويستوي بسهوله بسرعه. هسه صبينا المي، مي اللحم بالجدر، وراح نخلي الرز. شوف كيلو رز، وتتحكم بالمي انت ايش قد تخلي، مثل كيلو كيلوين. هذا شوف شلون ماي اللحم طبعا ها، وتزيد بالماجي. يعني الماجي بعد اكو اهم شيء يطلع، اكو ناس ما تاكل يعني مثل لحم شغلات يعملوا بالماجي مال الدجاج. هذا شوف شلون هسه شوف شلون راح تطلع التمن. تعال اخوان، هذا القياس ماله لما منقع التمن، انا منقعه طبعا. تمام. اصبع الى منقع التمن، اصبع تخلي العلى مال المي. متابعيني كملنا هسه الرز كمل. تمام. راح نفرغ بالطبق ونجي على اللحم ونطلع اللحم. شوفون اللحم اللي سويناه بالفرن. هذا الرز كمل، طاق عليه شو الرز. ايش بس خرافي. بس راح نجيبها. تعالوا يا ناخذ.
هسه راح نفرغ الطبق اللي حكينا عليه. شوف هذا الرز شيء حلو، ريحته تجنن تجنن. انا الصايم راح اشتهيه هو وبالجدر قبل ما افرغ. صب لنا وصب لنا. هذا كيلو رز، ما طول بيدي ربع ساعة لأن منقعاني تقريبا أزيد من نص ساعة منقعة. أما الرز اللي عندي بالمطعم أني أنقعه نهار كامل، أبيته بالماي زين شوية يتنقع الحباية ماله تكبر. هسه راح نطلع اللحم من الفرن. يا بسم الله. ايش راح يطلع؟ شوفوا انا شوفوا اخوان، هذا اللحم طلع. يابا 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 يابا، شوف 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 هذا الطبق جاهز. شوف شوف راح اقص لكم شويه لحمايه وشوفوا شوفوا اللحم. انا ما اقول لكم هي سكينه بس شيء حلو يطلع. يابا 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 يابا. شنو هذا؟ ما اروعه. الله 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 الله. شنو هالطعم هذا عمي؟ يابا يابا الرز عمي الخاطر الله. تفضل. شوف شوف اللحمة، شوف 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 شوف. كملنا طبقنا لهذا اليوم وسلامكم العافية.